السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. كنت نزلت لكم شورتس عن طريقة المندي الكذاب. انا سميتها كده لان هي نفس الطعم ونفس الريحة، فهتعجبكم جدا ان شاء الله. انت بتجيبي فرخة كاملة او اكتر زي ما انت عاوزة. حابة تجيبي اوراق بس بيكون افضل. بس بان دي فرخة كاملة فطبعا هنعمل الصدر معاها. انا حطيت بس بصل بفرمه كويس جدا، ومعاه روزماري وملح وفلفل اسمر، بس مش بحط اكتر من كده. حابة تحطي فلفل احمر عشان يبقى زي المندي الاصلي. تمام. مش حابة بتحبيش الحاجة تبقى مشطشطة، ما تحطيش. فهتكتفي بس بالبصل والملح والفلفل الاسمر زي ما انا حطيت قدامكم كده. واساسي اساسي الروزماري. انتوا طبعا الفراخ عارفين المشوية طبعا بتحب الروزماري، فاحنا طبعا لازم نحط لها الروزماري. انا هحط في قعر الصينية زي ما انتوا شايفين كده طماطم شرايح. بتديها عسل حلو كده، تبقى طعمها حلو وتحسي ان انتي بتاكلي الفراخ تبقى طعمها جميل. البصل طبعا في الفراخ، فاحنا مش هنحط في قعرة الصينية فراخ، قصدي بصل. انا فضلت شرايح الطماطم عشان تبقى حلوة وطعمها يبقى حلو. حابة تقطعي الورك اتنين ممكن، بس الافضل ان انت تسيبيها زي ما انا عاملة كده، علشان احنا بنحط الحشوة تحت جلد الورك، وبرضو تحت الجلد بتاع الصدر. انا حطاها دلوقتي على ظهرها علشان لما هقلبها عايزة اللي ياخد الوش، طبعا الطبقة اللي فوق عايزاها هي اللي تتحمر. فانا لسه هقلبها. لو مش هنقلبها ما كنتش هحطها على ظهرها زي ما انتوا شايفين كده، كنت هحطها على وشها، علشان اللي طبعا احنا عايزين ان احنا نديها وش من فوق. فطبعا اللي بيتحمر هو الطبقة اللي فيها الجلد. انا حطيتها على البوتاجاز، عايزة تبدأيها كلها في الفرن من اولها لاخرها يكون افضل. بس انا بسهل لكم الموضوع علشان اللي عايزة تختصر الطريق وتعملها بالطريقة دي. مش حابة تغطيها بالصينية زي ما انا عاملة كده، ولو عندك ورق ألمونيا هيكون افضل واحلى طبعا. بس انا ما كانش متوفر عندي، انا بعملها على طول بورق الألمونيا، بس الوقت ده ما كانش متوفر عندي فطبعا غطيتها بالصينية. ده الحشو اللي فاضل. شايفين البصل بصراحة كانت ريحته تهوس جميلة جدا جدا جدا. لو جربتوها وشميتوا الريحة مش هتستغنوا عنها بصراحة، كانت طعم وريحة ونفس. كل ما جربها كل لازم اعملها تاني. بصراحة حلوة ومش بتصد. فانا سبتها وقلت ما اعمل معاكم بقى ايه طاجن رز معمر جنبها على ما تستوي، بدل ما نضيع في الوقت على الفاضي. انا عملت معاكم كتير، بس في ناس كتير ممكن ما تكونش عارفة الطريقة. فانا عندي لبن، هاخد بس الوش بتاعه علشان دي وش القشطة. لو ما عندكيش اللبن بيبقى في الطبقة اللي فوق اللي هي الوش دي القشطة، يا ريت تشتري علبة قشطة وتحطيها علشان توصلي للدرجة المطلوبة اللي يعني ترضيكي وتحسي ان الرز معاكي طعمه حلو وزي الفلاحي بالظبط. انا حطيت القشطة، انا كنت نقع الرز يعني 10 دقايق كده، ربع ساعة، علشان ما ياخدش معايا سوا كتير في الفرن. انا بعد ما كنت جبت اللبن وسبته في التلاجة علشان يعمل طبقة الوش دي خدت الوش بتاعه وهحطه بقى ايه يغلي، علشان انا مش هحطه في فرن غاز، انا هحطه في الفرن البوتاجاز بتاعي عادي خالص. فلازم اغلي اللبن. في ناس مش بتغليه بس هياخد معاكي وقت في الفرن كتير. اسفة. انا عندي سمنة. النقط البني اللي انتوا شايفينها دي مرتة يعني حلوة ما فيهاش حاجة. حطيت ملح حسب الرغبة طبعا، ومعلقة سكر زي ما انتوا شايفين كده، ما هياش كبيرة ولا حاجة، وسط. الزيت بيخليه مفلفل وحلو، ومبيخليش الرز يعجن في بعضه، ولا تبقى واحدة مستوية وواحدة لأ. فدي فايدة معلقتين الزيت. وبعدين نزلت باللبن بعد ما غلي. وعندي حتة زبدة اهي هحطها هي كمان، كنت شايلها في الفريزر، هحطها. كده خلاص احنا خدمناه وخليناه حلو قوي. هننزله في الفرن. ما بياخدش وقت كتير، بس المهم انت تبص عليه كل شوية. انا عندي الفراخ نزلت المية بتاعتها. لو في ورق الفروسكاب طبعا اسفل ورق الألمونيا، مش هسيبها يعني ان انا كل شوية ابص عليها كده، لا كنت هسيبها لحد ما تنشف ميتها خالص بالوقت اللي انا عارفاه. او ممكن تفتحي حتة من الجنب وتبصي وتغطيها تاني. انا عاملة بقى الطماطم المبشورة دي علشان لما نيجي نحطها في الفرن
تاخد وش احمر جميل زي اللي بنشتري، يعني لما تدخلي مطعم بتبقي شايفة شكل الفراخ وريحتها يجيب من اول الشارع. فانت بتبقي محتاره يا ترى ايه الشكل ده، يا ترى الفراخ دي متحمره جميله كده ليه، يا ترى ريحتها ونفسها إيه، يعني من بعيد بتبقي قايله هي يا ترى حاطين فيها ايه. هو ده اللي انا بقولك عليه، هو ده اللي انت اللي بيبقوا شايفينها محطوط فيه وبنبقى محتارين عليها، ويا ترى ايه اللي محطوط جواها. هو ده. والروزماري بيدي ريحه ونفس حلو قوي. حابه تطحنيه وتحطيه قبلها تمام، مش حابه خلاص انا ما طحنتهوش، بس يا ريت برضو ما تكتريهوش. المعمر طلع معايا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان جميل جدا جدا. وكان نفس وطعم وريحة ما شاء الله. الفراخ خلاص اتحمرت من تحت. وفي ناس بتحب من اول من الالف للياء في الفرن. انا زي ما قلت لك حابه تعمليها فوق شويه وحابه تكملي تحت تمام. هي بدات خلاص تاخد الوش، وهتحسي بطعم الطماطم عليها حلو قوي وانت بتاكليها. هرفعها على الشوايه برضو علشان تاخد الوش النهائي وتبقى متحمره وحلوه. بس خدي بالك لان لو غبتي عليها ممكن تتلسع منك. هي اتلسعت شويه بس مش مشكله، بتبقى مقرمشه برضو وحلوه. يعني ما فيهاش اي مشكله خالص. زي ما انتم شايفين عادي ممكن تقللي التحمير شويه عن كده، يعني تهدي الوش فوق. انا كنت معليه الوش شويه بتاع الفرن. وبألف هنا ومع السلامه، مع الف سلامه. السلام عليكم.